يا أهلا بيكم في بودكاست قلب واعي. حلقة النهاردة بتتكلم إن مش كل حد خرج من حياتنا كان خسارة، ومش كل حد مش من حياتنا كان خسارة. بس احنا تعودنا نحسب الخسارة بعدد الناس اللي بتمشي، مش بقيمة السلام اللي بيرجع لنا بعدها. احنا بنزعل من الفراق مش دايما عشان الشخص، لكن عشان الإحساس بالفشل، أو إن في علاقة معرفناش نحافظ عليها، أو في شخص مقدرش يشوفنا زي ما احنا. في ناس دخلت حياتنا واحنا كنا محتاجينهم وقتها، بس احتياجنا ليهم ما كانش معناه انهم مناسبين يكملوا. وفي علاقات كملت مش عشان كانت صح، لكن عشان كنا بنأجل وجع النهايات ونقنع نفسنا ان بكرة يمكن يتصلح. احنا احيانا بنحب الفكرة اكتر ما بنحب الشخص، بنتمسك بالصورة اللي رسمناها مش بالواقع اللي كان بيحصل. وخليني احكي لكم قصة عن حكاية بسيطة مش درامية قوي بس حقيقية. كان في بنت في علاقة من سنين، مش علاقة مؤذية بشكل واضح ولا مريحة بشكل كافي. كان دايما في إحساس خفي إنها بتتشد أكتر وبتسأل هي أكتر وبتتنازل أكتر. كل مرة كانت تحس إنها تقيلة، تقول لنفسها مش مشكلة، هو الحب كده محتاج صبر. لحد ما جه اليوم اللي سألته هو سؤال بسيط: هو أنا مهمة في حياتك؟ السؤال ده خلى كل حاجة تبان، مش بسبب الإجابة لكن بسبب التردد اللي كان قبلها. العلاقة خلصت بعدها بفترة قصيرة، مش بخيانة ولا بمشكلة كبيرة، لكن بانسحاب هادي. بعد الفراق كانت بتعيط، بس مش عليه، كانت بتعيط على نفسها، وهي بتقلل من احتياجها عشان تفضل. وبعد شهور قالت جملة واحدة لخصت كل حاجة: أنا زعلانة إني فضلت، مش إني مشيت. مش كل حد مش خسارة، أحيانا الخسارة إنك تفضل في مكان محتاج منك إنك تكون أقل عشان تتحب. في ناس لما مشيت سابت وجع، بس كمان سابت هدوء كنا ناسيين شكله. الغياب ساعات بيكشف الحقيقة أكتر من الحضور، يكشف إنك كنت بتحاول لوحدك، وإن اللي كنت فاكره تفاهم كان مجرد تعود. إحنا محتاجين نغير السؤال، مش نقول ليه مشى، لكن هنقول هو وجوده كان بيزودني ولا بينقصني. هو مش كل حد مشى خسارة، في اللي مشى عشان احنا اخيرا اخترنا نفسنا، وفي اللي مشى عشان لو كان كمل كان طفى فينا حاجة حلوة. لو بتسمعني دلوقتي وعندك اسم جه في بالك، حد خسرته لسه وجعاك، عايزك تهدى لحظة وما تجلدش نفسك. الفراق مش فشل، الفراق مش فشل، والوجع مش دليل ان القرار غلط. احيانا القرار الصح بيوجع في الاول بس بيريح بعدين. مش كل حد مش خسارة، بعضهم كانوا طريق، وبعضهم كانوا درس، وبعضهم كانوا اختبار عشان نختار نفسنا. لو في حاجة واحدة تحب تطلع بيها من الحلقة دي، خليها دي: انت ما خسرتش حد، انت خرجت من حاجة ما كانتش بتشبهك، وخروجك ده بداية مش نهاية.